بصوا يا حبايبي كده زي ما انتم شايفين، ده العيش اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. ودي وصفة الزنجر، عايزاكم تتابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله تعرفوا الوصفة وطريقتها عملناها ازاي. وصفة سهلة وجميلة وهتطلع معاك ان شاء الله احسن من المحلات وكتير بكتير وانضف كمان. خليكم معنا لاخر الفيديو علشان نشوف عملنا وتبلنا الزنجر ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم معانا في وصفة جديدة على قناتنا، قناة جربوا وصفتي. النهارده يا حبايب قلبي هنعمل مع بعض طريقة عمل سندوتشات الزنجر. وان شاء الله تكون وصفة سهلة وبطريقة حلوة اوي ان شاء الله تعجبكم. وهنبدأ كمان نعمل معانا الوصفة بكل مشتملاتها، معانا من وصفة الزنجر نفسها، وكمان هنعمل معاها العيش الفيينا اللي بيتعمل معاها، والعجينة اللي احنا هنشتغل بيها. هتكون ان شاء الله عجينة سهلة تنفع معاكي في كذا نوع من انواع المخبوزات او العيش. خليكم معانا لاخر الفيديو وان شاء الله الفيديو هيعجبكم. هنبدا كده الاول. اول حاجه معانا في الزنجر، معانا دي قطع الفيليه يا جماعه، اللي بتكون في الصدر بتاع الفراخ من الداخل زي ما انتم شايفين كده اهي. قطع الفيليه دي بتكون طبعا محمله، وقطعه بتكون ناعمه معانا. فانت طبعا لما بتكوني جايبه كميه من الفراخ وبتيجي تقطعي منها البانيه، ممكن تاخدي الاجزاء القطعه دي وتحطيها تستعمليها في الزنجر. بتكون محمله وبتكون كمان طريه وحلوه، وبدل ما تهدريها معاكي في البانيه. طيب مش متوفر عندك الفيليه دوت، ممكن تجيبي صدر فرخه وتقطعيه شرايح رفيعه، بس تكون محمله وتخينه شويه معاكي. زي ما انتم شايفين كده معانا الفيليه ده مغسول ومنقوع في خل وليمون وملح وصفيناه. هنبدأ بقى نجهز مع بعض التتبيله اللي هنتبل فيها الزنجر. معانا كده زي ما انتم شايفين دي ميه بصل وميه طماطم. جايبه البصل وبشراه ومصفياه كويس، والطماطم نفس القصه، وعليهم شويه كده من الفلفل الاسود. باخد معايا معلقه كبيره كده من الزبادي، ومعايا كمان عصير ليمون، ومعايا كمان خل. ده اساسي معانا في اي تتبيله يا جماعه، الخل والليمون وميه البصل، وكمان معانا كده الزبادي. هبدا احط معايا كده زي ما انتم شايفين طبعا هريسه الفلفل الحلو اللي احنا عملناها. انت تقدري تستعملي هريسه الشطه لو بتحبي التتبيله معاكي تكون حاره. اهو زي ما انتم شايفين معلقتين من هريسه الشطه اللي احنا عملناها في الفيديو اللي قبل ده. زي ما انتم شايفين كده بتدي طعم حلو قوي معانا في تتبيله الزنجر. ومعانا كمان معلقه كبيره كده من المستردة اهو. ومعانا برضو معلقه كبيره من الهوت صوص اهو. اللي حابب ان الوصفه معاه تكون حاره يحط معاه شطه، مش حابب تكون فيها حراره خلاص يستغنى عن الشطه. معايا معلقه كبيره كده من البصل البودر، ومعايا معلقه من الثوم البودر، ومعايا بهارات فراخ، ومعايا كمان بهارات مشكله اللي هي 7 بهارات، ومعايا حبه صغيرين كده من الشطه لان مش عايزاها تكون حراقه، ومعايا فلفل اسود، ومعايا كمان بابريكا. دي البهارات اللي معايا زي ما انتم شايفين كده. هبدا انزل بيها على التتبيله اللي معايا دي، وهنقلبها كده مع بعض. بسم الله. وبنظبط طبعا احنا الملح معانا اهو. وهنبدأ ننزل بقى بقطع الفيليه دي في التتبيلة، ونسيبها فيها مدة كويسة علشان خاطر تتبل معانا كويس. زي ما انتم شايفين كده قلبنا التتبيلة اللي معانا دي كويس. هنبدأ ننزل بيها على الفيليه اللي معانا اهو. وهنسيب الفيليه ده معانا في التتبيلة مدة كويسة، يعني ساعتين 3، ولو يبات لي تاني يوم مفيش اي مشكلة. هبدأ اقلب كويس كده قطع الفيليه معانا في التتبيله كويس. وبظبط طبعا الملح بتاعي علشان تقدر ان هي تاخد من التتبيله كويس. هسيبها بقى واغطيها واحطها في التلاجة، وهنرجع مع بعض نشوف هنجهز بقيه الزنجر ازاي، وهنعمل معانا العيش الفيينا ازاي. خليكم معانا. بصوا كده يا حبايبي هنبدا نجهز مع بعض بقى الخلطه كده اللي احنا هنحط فيها الزنجر قبل ما نقليه. معايا كده بيضتين، وحطيت عليهم معلقه صغيره من الخل، وشويه كده من بودره الزعفران عشان تظبط معايا اللون. ومعايا كمان بصل بودر وثوم بودر وفلفل اسود وبابريكا. انا مش حاطه كتير لان طبعا انا عندي الفراخ بهاراتها كتير في التتبيله. هبدا ان انا اخلط الخلطه دي كده مع بعضها
بسم الله. هنبدأ نزودها كده معانا شوية من اللبن اهو. هنبدأ بقى ننزل معانا بالدقيق، وهنحط عليه معلقة من البيكنج باودر. بسم الله. هدوب كده الخليط اللي معايا ده كويس، وبعد كده هنرجع مع بعض نشوف قوام الخليط شكله عامل ازاي، وهنبدأ بقى نشوف هنعمل ايه كده في الزنجر معانا بعد ما خلطنا الخليط ده. ويخليكم معانا لاخر الفيديو، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. صاحبي ده كده الخليط اهو زي ما انتم شايفين، سمكه زي ما انتم شايفينه كده. هبدا بقى ده الزنجر اهو معانا بعد ما تبلناه وبات ليله كامله في التلاجة. حابه ان انت تعمليه بعد ساعتين 3 مفيش مشكله، لو عندك وقت برضو يكون افضل. زي ما انتم شايفين كده هبدا اخد صوابع الزنجر دي وانزل بيها كده في الخلطه اللي انا عملتها دي اهي. هبدا انزل الكميه اللي معايا وهغطيها كويس بالخلطة اللي معايا دي، وهنرجع نشوف بعد ما نعملها في الخلطة دي هنحطها في ايه تاني. وهنبدأ بقى نحمر مع بعض ونجهز مع بعض بقى سندوتشات الزنجر ونشوف هنحطها ازاي. خليكم معانا. صاحبي كده احنا هناخد بقى قطع الفنجر اللي معانا دي. انا معايا دي اهو، حطيت عليه شويه من الملح وشويه من البيكنج باودر. انا ما حطيتش عليه بهارات تانية يا جماعه، لان انا اكتفيت بالبهارات اللي انا حطيتها في تتبيله الفراخ، وكمان في الخلطه اللي حطيناها عليها دي. هبدا اخد انا معايا قطع من الفيليه زي ما انتم شايفين كده، وانزل فيها بالدقيق اهو. انا حاطه زيت يسخن معايا على النار. هبدا كده زي ما انتم شايفين الف كده قطع الفيليه في الدقيق علشان تاخد معايا شكل القرمشة بتاعة صوابع الفنجان اهو يا جماعة اهي. حابة تقعدي كمان شوية تلف فيها كده في الدقيق مفيش مشكلة، حابة تنزليها كمان في التتبيلة تاخد كمان شوية وترجعي تنزليها كمان مرة، بس انا كده هكتفي بمرة واحدة بس. هبدأ اخد معايا كل قطع الفيليه دي وانزلها معايا في الدقيق، وبعد كده هاخدها وانزل بيها على الزيت. انا حاطه الزيت معايا يسخن على النار، وهنشوف شكل الزنجر عامل ازاي اهو. خليكم معايا. الزيت سخن معانا اهو، هبدا انزل بقى معايا كده بسم الله. انا الزيت سخن معايا قوي، فانا طفيت عليه دقيقه كده بس على بال ما يهدى معايا الزيت علشان الفراخ تستوي كويس، وبعد كده هشغل عليه تاني. يا جماعه شكل الفيليه اهو زي ما انتم شايفين، لونه شكله حلو قوي وتحفه اهو، وريحته ما اقولكوش. هنبدا بقى نصفيه كده اهو، نحطه معانا في طبق كده. هنكمل بقى بقيه كميه الزنجر معانا، وهنرجع لبعض تاني ونعمل السندوتشات ونشوف شكلها عامل ازاي. خليكم معانا. بصوا يا حبايبي كده هنعمل مع بعض الصوص اللي هندهن بيه السندوتشات بتاعت الزنجر معانا دي زبادي اهو على حسب الكميه اللي معاكي، ومعايا مايونيز اهو، ومعايا كمان كاتشب، ومعايا كمان شويه كده من المستردة بسيط. المستردة مش هكتر منها اهو. وهبدا اخلط معايا بسم الله الخليط كده، ده صوص كده وخليط بيدهن بيه السندوتشات بتاعت الزنجر او سندوتشات
اللي بنحط فيها البانيه برضو او الكنتاكي. خلطه حلوه قوي. بتظبطي بقى انت الملح بتاعها لو محتاجه معاكي، وكده بتكون جاهزه معانا. ده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده شكل صوابع الفنجر اهي. دي بالتتبيله اللي احنا عملناها وبنفس خلطه الدقيق اللي احنا عملناها، ودي بتتبيله البقسماط اللي هي بتاعه الفراخ المقرمشه. عندك الحلين تقدري تعملي باي حاجه منهم. عندك الوصفه دي وعندك الوصفه دي اللي انت تحبيه اعملي بيهم. انا حبيت اعمل الشكلين علشان يكون واضحين قدامكم، وفكرتين اللي حابب يعمل كده او كده مفيش اي مشكله. زي ما انتم شايفين كده معانا رغيف العيش الحلو الملظلظ ده. هناخد معانا الخلطه اللي احنا عاملينها اللي هي من السلطه اللي احنا عاملين عليها الكاتشب والمايونيز. هنبدا ندهن معانا كده السندوتش من جوه. طبعا ده حجم الجامبو. حابه تصغري العيش طبعا انا معايا احجام صغيره، وده الحجم الكبير اللي كان في العيش اهو زي ما انتم شايفين. هنبدا نحط فيه خس كابوتشا اهو معانا على السندوتش اهو. حابه تحطي طماطم براحتك، حابه تحطي فلفل، اللي انت حابه تحطيه حطيه اهو. معانا الخلطه دي، ومعانا هنحط بقى القطع بتاعه الفراخ اهي زي ما انتم شايفين كده، وهنحط عليها موجود الجبنه بتاعه الهمبرجر ماشي، مش موجوده مفيش مشكله، المتاح عندك اعملي بيه. احنا بنعمل الاساسيات، ولو في اضافات عندك تحطيها مفيش اي مشكله خالص اهو. هنبدا نحط معانا شرايح الجبنه اهي عليها بالشكل ده. بتاخدي شريحه الجبنه تقسميها نصين على شكل مثلث كده اهي زي ما انت شايفه. وده سندوتش الزنجر معانا زي ما انتم شايفين شكله تحفه وفي منتهى الجمال. حابه تحط عليه كمان كاتشب اهو مفيش اي مشكله خالص، واحسن من بره بكتير، وحاجه عاملاها في البيت وضمناها زي ما انتم شايفين. ومعايا الكايزر اهو اللي احنا عملناه برضو. هبدا ان انا ابدا كده احط من الخلطه بتاعه الكاتشب والمايونيز دي معايا، وكميه الخس اهي زي ما انت حابه اهي يا جماعه. وهنحط معاها القطع الفراخ اللي هي معموله معانا بخلطه البقسماط اهي. وكمان هنحط حابه تحط عليها جبنه حبه، مش حابه خلاص مفيش اي مشكله. ادي الكاتشب معانا برضو. ودي كانت وصفتنا النهارده، بتمنى ان هي تكون عجبتكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.